شهر 7 2025. التاريخ ده بالذات عربية من العربيات الكويسة اللي موجودة في السوق المصري اللي هي نيسان سنترا خدت تخفيض تقريبا 110,000 جنيه. العربية كانت بتتباع في كل حتة بمليون جنيه تقريبا، والتوكيل قرر عشان ينافس في الفترة دي راح منزل عليها تخفيض كبير مرة واحدة 110,000 جنيه. وعلى فكرة ده في الفئة الاقتصادية اللي هي تحت مليون جنيه ده يعتبر تخفيض كبير. احنا بنتكلم اغلب العربيات اللي لسه شايفين العربية الشيفروليه منزلة تقريبا تخفيض 20,000 جنيه. فان عربيه في الفئه الاقتصاديه تنزل 110,000 جنيه مره واحده ده رقم كبير مش قليل. المهم العربيه بقى سعرها كام؟ العربيه بقى سعرها 890,000 جنيه تقريبا، وناس كتيره بصراحه العرض ده كان كويس بالنسبه لها واتكلمت عليه، وانا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده. المهم الناس راحت اشترت، وبعد كده بشويه بدا يبقى فيه اوفر برايس، وقال لك لا العربيه رجعت تاني سعرها القديم ومش عارف ايه، وده كان عرض وخلص. بس طبعا في سوق العرض والطلب مفيش الكلام ده. طول ما في منافسه وفي عربيات بتشد السوق لتحت، طول ما الاوفر برايس غصب عن الناس لازم ينزل، وده اللي حصل. موديلات 2026 دلوقتي زي ما احنا شايفين موجودين في السوق تقريبا بسعر 900,000 جنيه او بالظبط 899,000. عربيه بسيطه ما فيهاش تعقيد، موتور 1600 عادي خالص متوسط بفتيس سي في تي، بيطلع 116 حصان و154 نيوتن متر عزم. انظمه امان ستاندرد دلوقتي 2 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، بريك اسيست، الحاجات الايه اللي بقت موجوده دلوقتي في كل العربيات تقريبا. عربيه صالونها واسع جدا بيحبوها في شركات السفر والسياحه، وعربيه فخمه كده وتحس ان هي مصروف عليها على الكاميرات بتاعتها غير النيسان صاني خالص. افتكروا يا جماعه في كل الفيديوهات القديمه لما كنت بقول لكم ان السوق غصب عنه لازم يهدى شويه لما الدولار نزل لتحت. فاكرين السنه اللي فاتت لما كنا بنسمع عن نيسان صاني كانت معديه المليون جنيه؟ دلوقتي ممكن نجيب السنترا ب 900,000، والصاني موجوده من غير اوفر برايس خالص ب 750,000 بس اللي يشتريها. المهم العربيه دي هتاخد منها دلع كتير بصراحه، هتاخد منها ستارت ستوب انجن، هتاخد منها جي بي اس، هتاخد منها شاشه طرفيه مش وحشه، العربيه نفسها ناعمه، استهلاك البنزين بتاعها كويس جدا مش وحش، والمنظومه دي كلها على بعض كده مش وحشه. ومعلومه كده ليك، الموتور والفتيس والمنظومه دي هي اللي موجوده في الرينو فلونس بعد موديل 2014 عشان التحالفات الدوليه والحاجات الكتير اللي بتحصل دي. وانا شايف لغايه دلوقتي العربيه تعتبر صفقه في الفئه دي. ايه بقى العربيه التانية اللي جاي اتكلم عليها النهارده اللي تعتبر صفقه وسعرها نزل جامد جدا وبتقدم قيمه مقابل سعر حقيقيه؟ الفيات ال 500 اكس. انا هاخدها معاك واحده واحده عشان اوريك العربيه دي سعرها كان ماشي ازاي. فيات 500 اكس موديلات 2024 كان سعرها تقريبا 1,080,000 جنيه. موديلات 2025 رفعت 1,160,000 جنيه. بس دلوقتي الفيات 500 اكس لسه التوكيل منزل على موديلات 2026 سعرها 954,000 جنيه. عشان كده العربيه دي مع المنظومه اللي هنتكلم عليها من شويه تعتبر صفقه قويه جدا تحت المليون جنيه. بس ازاي قعدت معلش دي حاجه جوايا لما بسمع اي خبر كده بيعدي عليا لازم اعرف التوكيل منزل السعر ده ليه. طب يا ترى الموديل ده موجود في الاسواق العالميه ولا دي شويه عربيات عند التوكيل عايز يخلص منها وهتنزل تاني ولا لا؟ ويا ترى شال حاجه من الكماليات؟ وكمان في تركايه البروشور الموجود في العربيه مكتوب فيه نقل حركه اوتوماتيك. انا قعدت ادور تقريبا فوق الساعه عشان اتاكد ان العربيه دي ما بتنزلش في اي حته من الحركه اوتوماتيك. بس نبدا واحده واحده. الاول نتكلم على فيات 500. فيات ال 500 العاديه ظهرت اول مره في الاسواق العالميه في 1957. عربيه صغيره كانت معموله عشان تمشي في وسط الشوارع الزحمه وتركن في اي حته، وفعلا عربيه من كتر حجمها ممكن تشيلها 4 يشيلوها يحطوها فوق اي عربيه. شفناها في الليمبي 8 جيجا، وشفناها ناس كتيره كانت معاها العربيه دي كانت بتستهزئ بيها انها عربيه صغيره في الحجم قوي. العربيه دي كانت بتيجي بموتور 497 سي سي، والموتور الجامد بتاعها قوي كان 594 سي سي، والفتيس بتاعها ساعتها طبعا كان مانوال مفيش حاجه اسمها اوتوماتيك. عشان اقول لك العربيه دي قد ايه صغيره، وزن العربيه دي كان 499 كيلو. بعد كده نزلت حاجه اسمها العربيه الفيات 500 نوفا، نزلت من 1957 ل 1960، ما عادتش كتير تقريبا 3 سنين. بعد كده نزلوا النوفا السبورت والنوفا دي، والنوفا دي شكلها كان معروف قوي خصوصا السقف الجلد اللي بيتجرر، وهي اللي عملت الموضه في الموضوع ده في العالم كله. وقفت الفيات 500 اللي احنا عارفينها عام 1975 عشان نشوفها تاني بقى في الجيل الثالث بتاع العربيه. امتى؟ في 2007، وفضل الجيل ده ماشي معانا من 2007 لغايه 2020. وبرضه العربيه دي حققت نجاح كبير، وخصوصا ان هي واخده شكل اوروبي شويه وخاماتها ممتازه، والحجم الصغير ناس كتيره جدا بتحبه في اوروبا خصوصا ايطاليا، لغايه لما ظهر لنا في الاخر الجيل الرابع بتاع العربيه اللي هي تعتبر خلوها كهرباء بس. وفي كلام اللي هينزل منها نسخه هايبر، بس انا بيتهيألي النسخه البنزين كانت عامله روح جميله جدا للعربيه دي. ما علينا، المهم نخش على فيات 500 اكس اللي جايين نتكلم عنها النهارده. مع ظهور موجه الكروس اوفر الناس كلها بدات تحبها من 2010 تقريبا، شركه فيات حبت تخش في التورته دي وتاخد منها حته، ودورت على اكتر عربيه الناس بتحبها اللي هي الفيات 500 واديتها شويه عضلات شويه، ونزلت الفيات ال 500 اكس في 2014، وفضلت نازله بالشكل اللي احنا شايفينه ده لغايه سنه 2024. ما اتغيرش فيها حاجه تقريبا. عربيه كروس اوفر تحت المدمجه شويه، الموتور بتاعها قدام تعتبر دفع امامي عادي خالص، بتيجي مع تشكيله مواتير كتير، بس انا مش هوجع دماغكم، اهم حاجه الموتور ال 1400 اللي بتنزل بيه العربيه دي. وعشان ما ننساش برضو العربيه دي بتتجمع في ايطاليا بس. المهم الموتور ال 1400 سي سي المالتي اير 2 ده اللي هو تقريبا 1368 سي سي.
الموتور ده بيطلع قد ايه بقى؟ بيطلع 160 حصان و240 نيوتن متر عزم. المنظومه دي متوصله بنقل حركه دول كلاتش دراي من 6 سرعات. بصوا البروشور الرسمي بتاع الشركه بيقول ان نقل الحركه بتاع العربيه دي اوتوماتيك. انا لما دخلت وقعدت ادور ما لقيتش ان العربيه دي نزلت نقل حركه اوتوماتيك اصلا. هي نزلت فتيسين مانوال 6 سرعات وفتيس دول كلاتش وفتيس اوتوماتيك 9 سرعات. فعشان ما توجعوش دماغكم الفتيس ده دول كلاتش دراي. حتى ملاك العربيه اللي استلموها السنه اللي فاتت مع العرض اللي كان نازل برضه الفتيس دول كلاتش دراي. العربيه دي الكليرنس بتاعها او ارتفاع العربيه عن الارض تقريبا 16 سم، ودي حاجه انا بشايفها مميزه. حجم العربيه برضو ابعادها يعتبر مش كبير، فلو ارتفعت عن الارض اكتر من كده هيبقى الالتزام بتاعها الطريق مش كويس. وشنطه العربيه تعتبر مش كبيره قوي، احنا بنتكلم تقريبا في 350 لتر. العربيه دي بقى هتاخد منها شويه دلع. شنط 17 هتنزل لك بنظامه امان 6 ارباجي، 2 قدام و2 في الجنب. هتاخد مقابض كروم وحساسات قدام وورا وحساسات ركن. عربيه تدلعك في كل حاجه بصراحه. ده غير الازاز الخلفي كمان متعتم في العربيه دي. غير هتاخد كمان ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، نظام سماعات ممتاز من 6 سماعات، الدركسيون بتاع الجلد، مرايات تعتيم. يعني العربيه تديك شويه دلع ممتازين بصراحه. ده غير التصميم الاوروبي السيمبل الجميل بتاع فيت، بعيد عن دوشه بقى الشاشات الكتير ووجع الدماغ ده. نيجي بقى للنقطه المهمه، التوكيل بيعمل كده ليه ومنزل اسعار كده ليه موديلات 2026؟ والسؤال الاهم، هو في اصلا موديلات 2026؟ بص يا صديقي، لما قعدت ادور كده العربيه دي اخر انتاج ليها تقريبا في 2024. مفيش موديلات بعد 2024 اصلا. حتى في الخليج في الامارات منزلين برضو عربيات بس منوهين دي تعتبر من الموديلات القديمه، مش قايلين ده موديل نازل جديد خالص. وفي كمان موقع سعودي بيقول ان العربيه دي اخر انتاج ليها في 2025، كان بيتباع ساعتها تقريبا 117,000 ريال. فمعنى كده ان السعر اللي موجوده في مصر هنا تعتبر صفقه، وصفقه حلوه جدا كمان مش وحشه. طب معنى ان العربيه دي في كلام ان ممكن ما تنزلش تاني، والله اعلم هتيجي سبيشال اوردر او ان احتمال ما نشوفهاش تاني في السوق، ان انا ما اجيبهاش. بص العربيه دي موجوده في الاسواق العالميه زي ما احنا قلنا من 2014 ل 2024، يعني تقريبا 10 سنين. ولسه العربيه واقفه تقريبا ما بقالهاش سنه. يعني انت لو جبتها دلوقتي عشان تعطل على قطعه غيار مش قبل 15 او 20 سنه كمان. ده غير ان هي عربيه اوروبي ومحبوبه وكمان منشأ ايطالي، فالعربيه اعتماديه جدا وموجوده في كذا حته في العالم. وزي ما قلت قبل كده ان اي عربيه بيجي عليها وقت كده كده وانتاجها يقف، زي ما اتكلمنا على الفيات تيبو بالظبط. بس العربيه دي كصفقه تحت المليون جنيه، 950,000 جنيه، هنتكلم ان احنا ممكن نجيب الانترا الاي دي التجميع المحلي. لا دي حاجه تانية خالص غيرها يعني. ضمان التوكيل 3 سنين او 100,000 كيلو، مش لسه شغال على قديمه طبعا غير العربيات الصيني. بس في الفئه السعريه دي تقريبا انا مش شايف منافس قوي يقدر ينافس العربيه دي في السعر دلوقتي. ايوه احنا بنتكلم على فتيس دول كلاتش دراي، متوقع هتلاقيه بيسخن معاك في الزحمه، متوقع برضه تغير له الكلتشات بعد الوقت، بس دي ضريبه هتاخدها مع الاداء الرهيب بتاع العربيه. ده غير طبعا الشكل الجمالي، وان انت اصلا من محبين العربيات الاوروبي. في ناس كده يا جماعه ما بتثقش في العربيات الصيني، اول لما بتلاقي سعر عربيه اوروبي قريب من سعر عربيه صيني لازم يروح للاوروبي، وانا مقدر الكلام ده. الخامات والاعتماديه وان العربيه تقعد معاك سنين طويله، ده لسه الصين لسه بنشوف الموضوع دي لسه بنجربها. انما الاوروبي انت عندك عربيه زي فيات لينيا مثلا، لو شفتها لغايه دلوقتي ماشيه في الشارع تحس انها موديل السنه. في حاجه كمان عايز اقولها لكم، العربيه دي تعتبر في حته اسمها سويت برايس، زيها زي السنترا كده، ودي كمان تعتبر افضل بالنسبه لقيمه السعر اللي بتقدمها مقابل الفاليو بتاع العربيه. ان شاء الله حركه زي كده تشد السوق كمان لتحت ويأثر على بقيه اسعار العربيات الزيرو والعربيات المستعمله كمان اللي لسه بتقاوم لغايه دلوقتي. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا ريت تشاركونا بالكومنتات ايه رايكم في العربيه دي والتخفيض اللي خدته، واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.